بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موضوعنا في الفيديو ده أهم فيديو على القناة، أهم فيديو نزل على القناة اللي هقوله في الفيديو ده. حاجة ممكن تكون موجودة في البيت أو على السطح اللي بتربي فيه الطيور، كارثة خطيرة انت ما تعرفش وجودها ممكن يأثر على ايه، قد ايه على الانتاج اللي عندك. طبعا ده عرفته، انا طبعا مش هخبع، كنت بربي الطيور على الارض من عمر يوم لحد الذبيح. طبعا فيه ناس ما عندهاش بوكسة تربية مخصصة انها تحضن فيها، فبالتالي بتيجي بمشمع على الأرض وتنزل اللمبة وتحوط على الفراخ على الكتاكيت بمشمع وكراتين، وتنزل اللمبة وتدفيهم وتوفر لهم الحياة والبيئة الملائمة ليهم عشان يكبروا بدون أمراض، والبرودة ما تأثرش على درجة حرارتهم فبالتالي يموتوا. ايه الحاجة ديت يا جماعة؟ أنا كنت بدخل على الكتاكيت عندي، كنت ببقى سايب في الأوضة 100 كتكوت 50 كتكوت بط صغير، باجي تاني يوم رومي أي حاجة بتنتمي إلى الكتاكيت بلاقيها كالآتي، حتى زغاليل الحمام الصغيرة كالآتي. بلاقي الكتكوت، بعد الشر عنكم يعني وعن طيوركم، بلاقي الكتكوت مفجور ومشروب دمه، بس هو مشروب دمه. كذا كتكوت ممكن الاقي 10 كتاكيت 5 كتاكيت 6 كتاكيت 7 كتاكيت. ده له فار ودي له عرسة. الفار بياخد يخزن في الجحر، والعرسة نفس النظام. العرسة ممكن تقتل، بس الفار لازم يستفيد من الحاجة. ايه الحاجة ديت؟ البرص. ايوه، اللي احنا فيه الناس بتقول عليها شوف شيحة. البرص اللي بيمشي على الحيطة ده البرص. يعني قصدك البرص اللي هو بيبقى ساعات في البلكونات وبيبقى منتشر في الصيف أو في الشتاء أو في الدفا أو في المزارع أو على الأسطح أو في أماكن مش نظيفة حواليها غاب عفش. البيت اللي عندي كان حواليها غاب وعفش وكان لامم. البرص يا جماعة، البرص ده مش زي البرص اللي احنا بنشوفه في البلكونة، لا. البرص التاني بيكون حجمه كبير ومنقط ولونه غامق يميل للأسود. البرص ده خطير. انا شفت فيديو، بحثت ودورت عن الموضوع ده، ازاي حاجة تيجي تفجر الكتاكيت من عند الصورة وتشرب دمهم. لقيت اللي هو البرص يجي ينزل على الكتكوت وهو على الارض، بيستغلوا لانه على الارض. طبعا الكتاكيت معهاش امهم الفرخة البلدي تحميهم، ولا البط معاهم امهم اللي هي البطة تحميهم، لان دي سنة الحياة. الام مسؤولة عن حماية اولادها، قطة كلب اي كائن، الام مسؤولة انها تحميهم لحد ما يبلغوا السن اللي هم يقدروا فيه يدافعوا عن نفسهم. فما فيش، احنا اللي لازم نوفر لهم الملاذ الامن. ده البورصة يا جماعة. غبت ادور لحد ما لقيته البورص بيجي يفجر الكتكوت البطة اي كتاكيت صغيرة، يجي يفجرهم ويشرب دمهم، بس يشرب دمهم. البتاع ده مجرم خطير. الحل ايه؟ الحل اللي احنا نربي في وبوكسة يكون سلكها ضيق ومتحبكة، لان الملعون هيجي برضو يقف على سلك البوكسة ويحاول يخش لو السلك واسع، المربع الواسع ده. الحل معاه ايه؟ لو احنا بنربي على الارض نحبك الاوضة وننضف كويس ونرش بودرة تمنع الحاجات دي نهائيا. ونصيحة، مفيش احسن من التربية في البوكسة، ولو بوكسة نص متر في نص متر. امرك من ان ده كله يحصل. نرش الارضية كويس بالجير ونرشها ببودرة تمنع الحاجات دي، نرش على الشبابيك ونرش على الحيطان.